سلام المسيح. أنا ما مصدق إنه لازم أطلع دافع عن كاهن. انتشر فيديو لكاهن لبناني بحفلة أو بعرس عم يدبك وشلح الصليب أعطاه لحدا ما لحتى يقدر يكمل دبكة بدون ما يساء لصليبه. بتفهم إنه مواقع إسلامية، قنوات تجندت، قنوات إخبارية للإساءة لهذا الكاهن. بتفهم طبعا لأنه هن بدهم أي حدث مسيحي يصير حتى لو ما فيه إساءة ليسيئوا فيه للمسيحيين ويطالعوا دينهم الهش فوق الإيمان المسيحي، يغطوا على عيوب شيوخهم اللي هن لابسين التوب وبقلب الجوامع، حالات الاغتصاب والتحرش والتعدي والقتل بالجوامع وبتواليتات الجوامع وصلت للصين، دريوا عنهم بالصين. فطبيعي انه هن يستغلوا اي حدث ليسيئوا. بس انا ما بقدر اتفهم صراحة مسيحيين عم بيسيئوا للكاهن اللي ما عمل ولا خطيئة. هذا الكاهن لا خالف، لا زنى، لا سرق، لا قتل، لا جدف. بالعكس أنا كمسيحية مطالبة أمام الناس وأمام الإله إنه أعطي عذر لأخي بالمسيح. احتمال يكون هذا الكاهن هذا عرس أخوه أو أخته، مبسوط ومثل حالي في يمين إنه بده يرقص بعرسهم ويدبك بعرسهم. شو ارتكب غلط؟ انتوا بتعرفوا انه الكاهن هذا مع انه ما نعرف اسمه فقط اسيء له، كبر بنظري كتير. بتعرفوا انه هو مثل كأنه عم بيقول انا بعرف عم بعمل شيء لا يليق بكهنوتي، عم بتبك وما بصير انه اتبك وارقص الا لا فرحا بالرب الاله، مو بتجمع ارضي وحفلة ارضية، ولكن اعترافا منه بانه عم يعمل عمل لا يليق. شلح صليبه لحتى ما يساء للصليب اللي بصدره، وسلمه وأعطى وقضى هالخمس دقايق الدبكة اللي حابب يدبكها مع معارفه وقرايبينه. يا ريت كل كاهن بيعرف حاله عم يعمل عمل لا يليق يشلح صليبه ويشلح توبه ويعمل اللي بده اياه، في إله بحاسبه. شو هالمجتمع العربي القذر هاد؟ كيف حولوكن انتو المسيحيين اللي المفروض تكونوا أرقى تفكيركم من هيك انه تشابهون؟ كيف حولوكم الدين الآخر وتحكموا عليه لمجرد دبكة ما عمل فيها خطيئة؟ حتى لو كان لا يليق، انت مين لحتى تحكم عليه يليق او لا يليق؟ شفت حالك وشفت خطاياك وشفت سلوكك وشفت اخلاقك وجاي تحكم على كاهن من دبكة بسيطة بمشهد مدته دقيقتين مقتطع من عرس؟ كيف حتى هالطوائف والكنائس حولوا المسيحيين أو ما يسمى بالمسيحيين وهن ذميين بالوطن العربي لكتبة وفريسيين يحكموا ويدينوا أقل التفاصيل بالناس، يلاحقوا الكهنة ويلاحقوا المبشرين، ومو على أخطاء وخطايا عملوها ولا على إساءة للمسيح، على تصرفات شخصية ما حدا له علاقة فيهم أبدا. حولوا المسيحيين بالوطن العربي لذميين، بيسمعوا إهانة الصليب وبيسمعوا إهانة المسيح وبيسمعوا انه تغير اسم يسوع لعيسى، بيسمعوا انه كتابهم المقدس محرف، وبيسمعوا امور كتير لازم يوقفوا عندها، لازم تطلع حميتهم وغيرتهم عندها. بيخرسوا مثلهم مثل اي جبان، وبيجوا بيتقاووا على المبشرين وعلى الكهنة وعلى اللي لابسين التوب وعلى اللي عم يقضوا حياتهم للمسيح بقصص بايخة ولا إلى أي علاقة بالإساءة للمسيحية. انتوا اللي قال عنكم الكتاب كل حدا أدان هذا الكاهن بسبب هالدبكة وإنه شلح صليبه لما دبك، انتوا اللي قال عنكم الكتاب بصفوا عن البعوضة وبيبلعوا الجمل. كل واحد يروح يدين حاله ويخدم الرب يسوع المسيح بآخر الأيام، ما لكم علاقة بالناس. وهذا الكاهن برجع بلكم كبر بنظري كتير، إنه لما عرف حاله عم يعمل شيء لا يليق، مو خطيئة ولكن لا يليق بتوبه، شلح الصليب لحتى يقول أنا إذا بدكم تسيئوا لحدا غلط حدا سيئوا لي لإلي، لا تسيئوا للصليب.